بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا قطتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحة واحسن حال. جالي تعليق من قطتي بتقولي انا عايزة ميزانية 600 جنيه في الاسبوع شاملة غدا وعشاء وفطار، وكمان ما عندهاش تموين، ما عندهاش غير السكر والزيت موجودين. هقولك بقى يا حبيبتي على الميزانية دي، وان شاء الله بإذن الله هتنفع كل القطط اللي عندي على القناة. دايما كده بحب اشكركم بس في الاول واعرفكم بيا. انا اسمي السيدة حسن، دي قناتي بتبقى عن التدبير والتوفير زي ما قلنا، الاكلات الاقتصادية، منيو الاسبوع، ازاي تدبري وتوفري. يعني حتى لو يا جماعة، حتى لو بسم الله ما شاء الله في ناس بيبقى معاهم اكتر من 600 جنيه في الاسبوع، بس ممكن تستفادي وتشيلي الباقي على جنب، ينفعك ان شاء الله باذن الله في حاجة تانية. تعالوا بس نشوف مع بعض الميزانية دي النهاردة. بصوا بقى، معلش احب اقول بس للتعليقات يا حبايبي اللي 17,000 و20,000 ومش عارفه ايه في الشهر، حاضر والله انا هعملها. ما تزعلوش مني ان انا بعمل ميزانيات الاسبوع، لان ميزانيات الاسبوع دي بتبقى مهمه جدا في اول الاسبوع. يعني اول الاسبوع، يعني مثلا زي النهارده كده السبت او الجمعه، بتفرق معاكي لانك هتمشي بقيه الاسبوع عليها. مش هتفكري انتي النهارده هتعملي اكل ايه، هتلاقي عندك الجدول اللي انتي عاملاه زيي. بس احب انوه على حاجة واحدة، بالله عليكم لايك. يعني الفيديو اللي عليه 1000 مشاهدة بيجيب مثلا 40 او 30 لايك. انا طبعا بشكر كل اللي بيحط لي لايك والاشتراك، والله مش عشان فكرة ارباح ولا حاجة، انا لسه رصيدي صفر لغاية دلوقتي، بقى لي اهو سنتين صفر. مش حكاية حاجة والله يا جماعة، بس بحب ان فكرة الفيديو بتاعتي دي توصل لناس كتيرة. فبالله عليكم، يعني لو واحدة مثلا شافت الفيديو وعجبها، شيريه لواحدة صاحبتك تانية كده. خلي طالما انتوا بقى بتحبوا القناة وكده، خلي القناة توسع واكبر عدد يتفرج عليها. خلاص اتفقنا مع بعض؟ ماشي. ده بس تنويه صغنن انا كنت عايزة اقوله لكم. بالنسبة لمنيو الاسبوع، بصي يا حبيبتي، انتي قلتيلي 600 جنيه. طب 600 جنيه بس ما كتبتليش عدد الافراد. انا هحسبهم ان انا 4 افراد. بصوا، لما حد بيكتب لي تعليق ومش بلاقي حاجه، بحط نفسي مكانكم، يعني بقول ان انا 4 افراد زي بيتي بالظبط. فانا حسبتها على 4 افراد. هتعملي ايه بقى يا قطتي؟ هنقسمهم. بصي انا هقولك هقسمهم ازاي، وهقولك هيتبقى معاكي كام. هقسمهم 100 للفطار، 100 للعشاء، و400 للغدا. هتقولي لي انتي مجنونه ولا ايه 100 جنيه دي؟ ده احنا بنروح نشتري بيها حاجه حلوه. ما انا هقولك بقى، اللي بتشتري حاجه حلوه دي، شيلي ال 100 جنيه اللي انتي هتعمليها بقى، ما تصرفهاش وما تمديش ايدك عليها، وانتي هتشوفي هيبقى معاكي كام. تعالوا بس كده نفهم بالعقل ونشوف الاسعار اللي موجوده، وهجيب فطار ايه، وهجيب عشاء ايه، وهجيب غداء. صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا بقى كده يا حبايبي، اول حاجه هنعمل طبعا الخطه بتاعتنا. بس الخطه بتاعتك الاسبوع ده هتبقى، هنريحك كمان. يعني هتعملي الاكل على يومين، ما عدا طبعا يوم الجمعه لان ده يوم الاجازات، فاحنا مش هنعمل اكله بقى، ويبقى اليوم ده كده ابداع عندنا. بصي بقى يا قطتي، اول يوم هتجيبي ربع صدق وكيلو بطاطس، وطبعا الطماطم ب5 جنيه. خلاص، هو كيلو ونص ب10، بس انا هفترض انها ب5 جنيه. يبقى هتجيبي ب50 جنيه صدق، وب10 جنيه بطاطس، وب5 جنيه طماطم، وكيلو رز ب30. انا حسبت اهو، عشان انتي قلتي انا ما عنديش تموين. اللي ما عندهاش تموين انا بحسب لها الرز والمكرونه. يبقى اليوم ده هتصرفي 95، قولي 100 جنيه يا ستي. خلاص، ده تعملي بيه ايه بقى؟ انتي طبختي النهارده، فهتفوتي اكل ايه لبكره. طبعا ربع صدق مش هنحطه كده، ده احنا هنقطعه حتت، فالحتت دي هتبقى في الصينيه كتير مع قرن فلفل بقى. طبعا كتري بطاطس، لو انتوا عدد افرادكم كتير ممكن تخليها 2 كيلو او حاجه، او كيلو ونص براحتك. انا بعمل كيلو عشان احنا 4 افراد، فده هيكفي معاكي ايه يومين. حابه ان انتي تعملي النهارده نص رز، وهقولك بقى والله الرز اللي بالمكرونه لسان العصفور جميلة، بدل ما تعمليه بالشعرية اعمليه بلسان العصفور، هيبقى طعمه خطير. بجد بجد جربي كده. بدل ما هتحطي نص رز، هتجيبي نص رز ونص ب10 جنيه لسان عصفور يا ستي، هيعملك حلة قد كده،
وانا كنت عاملاه قبل كده في القناه. هتحمري بس لسان العصفور وهتحطي عليه الميه وتحطي الرز بتاعك والملح، وهيبقى زي الرز اللي بالشعريه بالظبط، وده هيوفر معاكي. لو هتجيبي كيلو رز او هتجيبي نص، لو هتعمليه بالشعريه بقى بلسان العصفور هتجيبي نص الرز بس، يبقى كده 95. طيب يبقى كده عندي سبت وحد اكل، الحد خلاص عندي الاكل بتاعه. الاتنين هتجيبي ربع لحمه، وهتجيبي كيلو بزله، وهتجيبي كيلو رز. برضو لو عايزه تعمليه زي ما قلنا براحتك. ربع اللحمه ب70. معلش يا جماعه هتقولوا لي ربع اللحمه هيكفي، والله بقطعه يعني على حتت صغننه بيكفي. او النهارده اكلنا لحمه ممكن بكره ناكل الخضار بالرز، مش هنموت لو ما كلناش لحمه يعني. كلنا الحمد لله يعني نحمد ربنا على النعمه اللي موجوده ونعود عيالنا على كده. ممكن النهارده ناكل لحمه تبقى حبه خضار، نعمل شويه رز جنبهم بكره وناكلهم، ما فيهاش اي مشكله. حتى ولادنا يعرفوا كده ويحسوا بظروفنا. هتعملي 70 جنيه لحمه، واللحمه مش مفيده على فكره، من كتر اللحمه مش مفيد، بالعكس ده البيض هو اللي افيد من اللحمه. 70 لحمه. 20 جنيه بسله انا سائله عليها امبارح كانت ب20. 5 طماطم و5 جزر ادي كده. وطبعا في الاخر عايزه تحطي بطاطستين بعد قبل ما تخشي بالبسله كده على السوا، قطعي برضو مكعبات بطاطس وحطيها فيها هتبقى جميله جدا. يبقى كده الاجمالي بتاعنا كله كده 130 جنيه. طيب يوم كده خلصنا التلات. الاربع والخميس هعمل ايه؟ هجيب ربع عدس بجبه 5 جنيه لسان عصفور. انا عامله لكم العدس ابو جبه في القناه بطريقه سهله. وبصوا كل الاكل اللي في القناه اقتصادي وصحي، لان انا ما باكلش زيوت ولا باكل دهون كتير، فاكلي كله صحي واقتصادي. خلاص يبقى كده 20 جنيه عندنا. هناكل طبعا ربع العدس بسم الله ما شاء الله هيعمل معاكي حله كبيره، فهيفيد معاكي طبعا بالعيش. انت عايزه تلغي الرز وتاكلي بالعيش، لو بتحبوا العيش في البيت براحتك، عايزه تزودي الرز براحتك برضو اللي انت عاوزاه. الجمعة بقى هتجيبي ربع لحمة مفرومة وهتعملي صينية كفتة حلوة كده، وتقطعي شرايح بطاطس تحتها وتقطعي كمان بصل فلفل تحتها كده بتبقى جميلة. تعملك صينية حلوة كده. هتجيبي كيلو مكرونة، والصلصة عندك او الطماطم من بره براحتك اللي انت عايزاه، يعني ب50 لحمة مفرومة و25 مكرونة و5 جنيه صلصة. ادي كده المجموع 80 جنيه. طيب احنا كده عملنا الوجبات 400 جنيه هتقضيني في الاسبوع. يا حبيبتي هتصرفي 325. قولي يا ستي 400 جنيه انتي صرفتيهم، لو اتبقى معاكي 75 ولا حاجه ولا 50 جنيه شيليها على جنب. اسمعي كلامي، لو في الاسبوع شلتي 50 جنيه شيليها على جنب، او ضيفيها لرصيد الفطار والعشاء. طب يا قطتي هنعمل ايه تاني بقى؟ هقولك بقى. يبقى كده احنا خلاص خلصنا من منيو الغدا واشترينا حاجتنا. لو عايزه تشتري يوم بيوم زي حالاتي كده روحي السوق اتمشي شويه. ولو عايزه تعملي تجيبي اكلك مره واحده وتحطيه عندك في التلاجة وتطلعي منه، برافو عليكي برضو هيبقى ده احسن. طيب عايزين بقى الفطار ايه بقى؟ الفطار ابو 100 والعشاء ابو 100. هقولك بقى يا ستي، دي في ال200 لبعضيهم هيبقى معاكي 200 جنيه. عايزه من ال200 جنيه دول اعمل فطار وايه وعشاء. هقولك بقى ازاي تعملي. اول حاجه هتجيبي كيلو دقيق معايا، وعندك في القناه معجنات من عجينه واحده بربع كوبايه زيت. انا عاملاها، عملت منها الباتيه وعملت منها بيتزا وعملت منها كل حاجه. انتي بس يا قطتي هتجيبي كيلو دقيق، وهتجيبي ب20 جنيه فول، ب20 جنيه فول مدشوش، وهتجيبي كمان ب10 جنيه بليلة، وهتجيبي 10 بيضات ب40 جنيه، وهتجيبي نص جبنة قريش ب40 جنيه. ده هيكفي معاكي فطار. طبعا الفول عايزة تدمسيه في البيت براحتك، مش عايزه تدمسيه عايزه تجيبيه من عند الراجل في اكياس كده، وانتي تظبطيهم في البيت وتحطيهم كده في حله، وتخرطي عليهم شويه طماطم شويه بصل اللي انتي عاوزاه. انا برضو عامله طريقه للفول في القناه، بصي طريقه جميله جدا عيالك هيحبوها. هتمسكي بصلايه وهتقطعيها وتحمريها كده بقرنين فلفل حراق، وبعدين تحطي عليهم الطماطم، تقطعي كده كام طماطمايه 6 طماطمات ولا حاجه، وبعدين تحطي وتحطي كمان فصين توم مع البصله والثوم. البصله كده، وبعد كده هتحطي الطماطم، بعد كده هتنزلي عليهم الفول، وهتحطي ملح وكمون وشطه وكزبره ناشفه بس كده، وحطيهم على النار ومعلقه خل.
بصي هيبقى عندك احلى فول. هتحطي بقى الفول ده في علبة او في حلة عندك في التلاجة، وكل يوم تطلعي معلقتين جنب اي حاجة. دي فكرة برضو هتمشي معاكي الاسبوع كله. بدل ما كل يوم تعملي طبق الفول، لا انت هتعمليه في حلة حلوة كده وتحطيه عندك في التلاجة، تطلعي منه وقت ما انتوا هتعملوا. ال10 بيضات برضه هينفعوا معاكي فطار وعشاء. هتقومي حضرتك عاملة مثلا بيضتين كده قلياهم جنب الفول، جنب الفلافل. عجينة الفلافل لو جبتي ب20 جنيه، طبعا ب20 جنيه حبة كتار، انا عندي هنا بيديني ب5 جنيه عادي. فانتي هتجيبي بقى وتفرديهم كده في كذا كيسة. مش هقولك اعمليها في البيت عشان ما تكلفيش على نفسك وقت ومجهود. حطيهم كده في اكياس وحطيهم في التلاجة. يعني حطي على قد انتي ما هتسحبي. مش كل يوم هناكل فول وفلافل، بس الفول اساسي معانا. الجبنه القريش برضه هتعملي طبق كده حلو، وتمسكي الجبنه القريش تحطي عليها لو ناقصها ملح هترشي عليها شويه ملح، شويه زعتر، شويه كمون، تقطعي عليهم طماطم، قرنين فلفل كوبي، قرن فلفل حراق. هتعملي برضه علبه محترمه كده وتحطي على الوش شويه زيت. دي برضو هتبقى معاكي طول الاسبوع. هتجوعوا هتطلعوا في ساعتها الحاجه موجوده عندكم. البطاطس هاتيها وقشريها. واحده برضو قالت لي على فكره، قطتي جميله ربنا يسعدها يا رب، قالت لي تعليق المره اللي فاتت، قالت لي طب ما يقطعوا البطاطس ويحطوها في الميه كده بملح. والله ساعات بعمل كده لولادي لما ببقى مستعجله طبعا وعايزه اقلي بطاطس، بجيب 2-3 كيلو كده اقطعهم، وهتقعد معاكي برضو في ميه وكده، ونقعيها وحطيها في التلاجة. كل ما تحبي تحمري هتحمري. يبقى كده عملنا فطار وعملنا عشاء وعملنا غدا ب600 جنيه. بالله عليكي جربي ولو مرة الفكرة اللي بقولها وشوفي، واكتبولي في التعليقات الافكار اللي انا بقولها بتنجح معاكم ولا لا. بجد بجد جربي كده. وحتى لو بتاخدي فوق ال600 جنيه، بصوا يا جماعة انا عايزة اكلمكم في حتة. مش معنى ان انا باخد فلوس قليلة يعني ان احنا فقر، لا. على فكرة احنا زمان كان، يعني انا افتكر واحنا صغننين كانت الفلوس غالية، يعني كانت مش زي دلوقتي. احنا دلوقتي بيبقى معانا بالميات وبالمتينات. لا زمان كانت الفلوس غالية علينا. يعني بابا كان الله يرحمه بيقبض طول الشهر 30 جنيه ولا 25، ده في التمانينات يعني. انا اختكم يعني ايه مواليد التمانينات. فكنت افتكر ان واحنا صغيرين كانت الفلوس قليلة وبنجيب بيها حاجات كتيرة. فيا ريت يا جماعة نرجع البركة دي تاني لبيوتنا. حافظي على حبة الرز. يعني دايما عيالي لما اقول لهم ايه الرز ده هيجري وراكم يوم القيامة، يقولوا يا ماما هو في رز بيجري؟ اقول لهم لا، النعمة دي يا ولاد لما تيجوا تاكلوها كده بتاخدوا ثواب عليها. لازم نحبب عيالنا في عيشتهم، لازم نحبب عيالنا في اكلهم. عايزه اقول لكم على حاجه، معلش لو هطول في اخر الفيديو، خلي بالكم على ولادكم. ما تقعديش ولادك يلعبوا مع حد. كل حاجة لازم تبقى تحت عينك. انا عيالي هو واحدة في اولى ثانوي واحدة في 6 ابتدائي، عمرهم ما دخلوا بيت غير بيتي انا، عمرهم ما لعبوا مع حد، عمر اصحابهم ما راحوا لاصحابهم يلعبوا معاهم، عمرهم ما نزلوا شارع. خلي عينيكي دايما على ولادك يا جماعة. الحوادث اللي بتحصل بصراحة واللي بقرا عنها انا بنصدم كل يوم، يعني ببقى خايفة. ولاد وبنات، مش تقولي ده ولد مش لا، ولاد وبنات خافي. بالعكس ده الولد هتخافي عليه، البنت قاعدة قدامك، لكن الولد هتخافي عليه. هو مش انت مش عارفة هو هيطلع بره يشوف ايه ولا هيعمل ايه. ارجوكم يا حبايبي حببوا ولادكم في البيت، حببوا ازواجكم في بيوتكم. البيت ده انت كده زي ما بتقولي ايه، انت بتتعبي. انا عارفه ان كل الستات بتتعب والله، احنا بنتعب يعني، عشان الرجاله ما يقولوش انتوا قاعدين، لا احنا بنتعب. بس تعبك هيبقى ليه معنى لو انت حسيتي ان بيتك ده مكتمل. يعني ايه مكتمل؟ ولادك قدام عينك، جوزك معاكي بخير وبسلامة. انا بصوا عارفة ان الضغوطات على الستات كتير والله. انت ازاي تدبري بالمبلغ ده؟ ببركة ربنا والله العظيم، بركة ربنا فوق اي حاجة. بصي انا بقولك على حاجة، ممكن في ست بتمشي والله اعرف ستات بيمشوا باقل بالمبلغ ده. وهتقولي لي ازاي؟ ما اعرفش، ببركة ربنا. بتقولي والله يا ميس انا يعني لما بتتكلم كده بقول لها والله انت اجدع من اي حد. والله العظيم بجد بجد في ستات عايشين باقل من اللي انا بقول لكم عليه ده. لما بطلع بقول اسعار، هي الاسعار اللي بشتري بيها. لما بجيب حاجه هي مش هقولك ان انا بفضل طول الايام ملتزمه بده، لا. ما انا ساعات برضو بجيب للولاد حاجه من بره، ساعات بنجيب شويه شوكولاتات، شويه حاجات. بس في الاساس خليكي دايما
في اللي انا بقوله لك. خليكي دايما توفري، خلي دايما يبقى معاكي فلوس مكسوره في البيت. ما تضمنيش الظروف اللي هتيجي. مش معنى ان انا هاخد مثلا 2000 جنيه يا ستي في الشهر اضيع ال 2000 كلهم، لا، ممكن اشيل لو 100 جنيه كل شهر او 50 جنيه كل اسبوع هتفرق معاكي. ربنا يا رب يجعل حياتنا كلها بركه، ويصلح احوال ولادنا واحوال المسلمين كلها واحوال، وما يخليش واحده تتطلق ولا تسيب بيتها ابدا ابدا ابدا. ربنا ما يخرب بيت ابدا. حاولي تجمعي ولادك وجوزك في بيتك. مفيش حاجه اسمها اصل الحياه وحشه، اصل الحياه صعبه. تفائلي بالخير. الرسول قال تفائلوا بالخير تجدوا. كلنا كده نتفائل، وان شاء الله باذن الله تبقى حياتنا، يا رب اكون كمان بديكوا طاقه ايجابيه كده تعيشوا بيها. ان شاء الله باذن الله حياتنا تبقى جميله. دايما فكري في الخير، دايما اسعي للخير، وربنا ان شاء الله باذن الله هيدينا كلنا كل اللي احنا بنتمناه. فصبر جميل، يعني اصبري وانتي ان شاء الله باذن الله بكره هتنولي كل اللي انتي عايزاه. وحابه اقول لكم بقى في اخر الفيديو ما تنسوش اللايك، اديني بقول اهو، يا اما هطلع لكم بس عشان اديكم كل واحده ورد. بحبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.